يعمل فاول، بالفعل فاول كده عملوا صالح موسى. وادي احتكاك كده بين وادي، مش ممكن ضرب من صالح موسى بدون كرة. هنشوف قرار الحكم صالح موسى الظهير الأيمن للداخلية، واتقلبت المباراة كده لعركة في وسط الملعب بين لاعبي الزمالك ولاعبي الداخلية. احتكاك من صالح موسى بدون كرة مع محمد إبراهيم، يقع محمد إبراهيم. في الأصل لاعيبة الداخلية كانوا بيعترضوا على، هنشوف كي كارت، هنشوف هل كارت أحمر ولا إيه. هيخرجوا محمد عبد القادر مرسي لصالح موسى. بالفعل شايف الكارت الأحمر، مش ممكن لمحمد إبراهيم ولصالح موسى. كارت أحمر لمحمد إبراهيم ولصالح موسى. الاحتكاك بينهم هما الاثنين. يعني أنا شفت يعني صالح موسى ضرب محمد إبراهيم، إنما يعني هل احتكاك محمد إبراهيم يعني يحتاج للكارت الأحمر؟ لو شفنا الإعادة مرة تانية مع مخرجتنا إيناس عثمان والوحدة 21 بالتأكيد هنستكشف منها حاجات كتير. آدي الجهاز الفني لنادي الزمالك وقايمين كلهم كده بيحاوطوا محمد إبراهيم. قرار جريء جدا من محمد عبد القادر مرسي. يعني هو صالح موسى اللي أمامنا على الشاشة، يعني هو ضرب محمد إبراهيم صريح، يعني ضربة صريحة بدون كرة بالرأس كده. وادي يبدو هل في إصابة ولا إيه محمد إبراهيم؟ شايف كده في دماء على وجهه ولا حاجة محمد إبراهيم يعني سائر جدا نتيجة خروجه من الملعب. محمد إبراهيم إذن كارت أحمر محمد إبراهيم، وأيضا صالح موسى من جانب الداخلية. هنفتقد للعيب الفنان محمد إبراهيم في لقاء اليوم، فيما تبقى طبعا فاضل حوالي 5-6 دقايق من أحداث الشوط.